لو ما تعرفش، النهارده هيتلعب ماتش الاهلي والزمالك في الدوري المصري، والمباراه هتتلعب الساعه 8، الساعه 8 وقت صلاه العشاء. فانا ما اعرفش مين العبقري اللي اختار الميعاد ده. في ناس هتقوم تصلي العشاء ربنا يثبتهم ويثبتنا، وفي ناس هتأجل الصلاة لبين الشوطين أو بعد المباراة، ممكن كمان ما يصليهاش لو فريقه خسر. بعيد عن فكرة الصلاة، فأنا جاي أفكرك يا مشجع، يا اللي بتشجع الأهلي، يا مشجع يا اللي بتشجع الزمالك، يا إخواتي يا حبايبي، اللعيبة اللي أنت شايفهم دول اللي بيجروا ورا حاجة كده مدورة في الملعب 90 دقيقة بياخدوا ملايين ملايين حرفيا. بعيد بقى ان هم يستاهلوها او لا، انت اتفرج على الماتش، شجع فريقك، استمتع زي ما انت عاوز، بس خلي بالك ان انت لا تغلط في امهات اللعيبه ولا تشيل ذنب حد، لان انت هتحاسب على مشاريب هي اساسا مش بتاعتك. هي اللعيبه ده شغلها، تاخد بالين على شغلها. انت راح تستمتع، استمتع بس ما تشتمش، ما تغلطش في حد، ما تجيبش سيره امهات حد، لان الامهات دي ملهاش ذنب. ايه، هتلاقي الامهات دي بتيجي تسالك انت قدام ربنا، هتقول لك انت شتمتني ليه؟ انا عملت لك حاجه؟ طب انا غلطت فيك؟ طب انا مالي؟ واذا كان فريقك كسب فما تبالغش في الفرحه، افرح زي ما انت عاوز، بس خلي بالك ان اخواتك هناك لسه بيتم ابادتهم، فوطي صوت الفرحه شويه، خلي عندك دم. مش كفايه بتشجع فريق انت عارف ومتاكد انه بياخد فلوس رعايه من شركات بتدعم اللي بيقتلوهم هناك؟ فخلي عندك دم وبس خلاص.